انا استنيت لحد ما مسلسل كارثة الطبيعية يخلص عشان اتكلم عليه، عشان حسيت ان انا لو اتكلمت بدري ممكن يديني نهاية ما تعجبنيش او تغير رأيي في المسلسل كله اصلا. وتقريبا دوت اللي حصل. بس قبل ما اقول لك اللي حصل ايه، اعمل سبسكرايب واعمل لايك الاول، وبعد كده تعالى نفصص المسلسل ده. نبتدي بالاول بالقصه. قصتنا بتدور عن محمد شعبان وشروق، الاتنين اللي متجوزين اللي حياتهم يعتبر بسيطه. هو شغال زي خدمه عملاء في شركه موبايلات، وهي شغاله جرافيك ديزاينر، وفلوسهم على قدهم. وهي قررت اللي هي تخلف بدون علم جوزها. بعد مناوشات كتير بتكتشف اللي هي حامل في 4، وبيبدأ هنا المسلسل أصلا. وبعد كده لما بتخلف بالفعل بيطلعوا 7 مش بس 4، والمشاكل كلها بتبدأ من هنا. وبنشوف مشاكل حقيقية بتدور، ومشاكل متعلقة بمصر قوي، مشاكل مصرية جدا. ومشاكل أحمد عاطف الكاتب بتاع المسلسل، أنا متأكد مليون في المية بسبب إن هو طبيب ودايس او عارف كويس اللي بيحصل في المجال الطبي او في الجزء الخاص بيه. هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف هو بيكتب ايه، ومتاكد مليون في الميه ان دوت بيحصل، ان ما كانش بيحصل اسوأ منه كمان في مصر. وهو بيكتب الكلام دوت، وانا عمال اتفرج عليه عمال اقول طب الواحد دلوقتي لو يعني هم مخلفين 7 ومش عارفين ولا يصرفوا عليهم ولا عارفين ياخدوا معونات، والبيروقراطيه بتاعت مصر اللي دايسه عليهم حرفيا عشان خاطر مش عارفين يعملوا اي حاجه ليهم او لعيالهم. المفروض الواحد في موقف زي دوت تتصرف ازاي طول ما انت عايش في بلد زي دي؟ والمسلسل بصراحه بيجاوبنا ومش بيجاوبنا في نفس الوقت. بس هنيجي للنقطه ديت برضو بعدين. هي ديت قصه المسلسل، ان الشخصيتين دولت اللي عايشين حياه بسيطه فجاه بيجي في حياتهم 7 عيال، والمفروض يصرفوا عليهم من لبس البامبرز للبن لكل حاجة. وبيبدأوا يخوضوا مراحل البيروقراطية المصرية في التعامل مع المواقف اللي زي ديت، ومع زيادة الأسعار وغلو الأسعار، مع زيادة كمان الإيجارات وزيادة كل حاجة، وكمان مع مشاكل الشغل، طريقة تحكم الناس فيك وانت بتشتغل. ولما شروق خلفت صاحب الشغل طردها او مشاها من الشغل عشان قال لها انت مش هتاخده بالك من الشغل، وما قدرش موقفها. كل دوت حقيقي، وكل دوت بيحصل، وكل دوت احنا عايشين فيه كل يوم. احمد عاطف قدم كل دوت حرفيا من دون اي تجميل، ودي اكتر حاجه عجبتني في المسلسل. بس هي دي قصتنا. فبعد ما خلصنا جزء القصة ديت ممكن ندخل في الجزء التاني اللي انا عايز اتكلم عليه. ممكن دلوقتي نتكلم عن الممثلين. محمد سلام، جهاد حسام، الاستاذ كمال ابو ريا، وحمزه العيلي. هم دولت المسلسل بالنسبه لي. الاستاذ كمال ابو ريا رجعوا اكتشفوه من اول وجديد يا جماعه. قدم لنا الدور الكوميدي اللي فعلا بيهت، اللي بيقول النكته بتخليك تضحك بجد، وفي نفس الوقت انت شايف في عينه نظره الشفقه عليهم، وهو مش عارف يعمل لهم حاجه، فده اللي في ايده اللي هو هينكت ويخفف الوقت ويخفف الدنيا وخلاص، بس مش اكتر ولا اقل. وفي وقت الجد احنا لقيناه، بس هو قايم بدور الجد اللي مش قادر يعمل اي حاجه وعايز يقعد يتفرج على التلفزيون ويضحك، وعلى طول حاطط نفسه في محط الاهتمام. وهو عمل الدور حلو جدا جدا، وهو اكتر حد ضحكني في المسلسل كله اصلا. وكمان عندنا حمزه العيلي اللي اخر حلقتين هو كان شايلهم شاكب راكب على كتافه ماشي يا جماعه لوحده. عمل حلقتين حلوين جدا بالمسلسل كله تقريبا، يعني دول كانوا هو كان البطل بتاع الحلقتين دول. حلقتين حلوين جدا، وبرده الكوميديا بتاعته كانت كوميديا حلوه جدا. هنيجي على محمد سلام، قدم لنا الدور اللي فيه كوميديا بس في نفس الوقت شفنا الدراما، شفنا العياط، شفنا تقطيع القلب، شفنا قد ايه احنا مهتمين بيه، احنا ماشيين معاه خطوه بخطوه وعايزينه باي طريقه يعرف يعدي الصعاب اللي هو فيها ديت، مع انها طول ما انت في مصر مستحيل تعديها باي شكل من الاشكال. جهاد حسام عامل الدور الست اللي مخلفه 7 اللي طلعان عينيها مش اكتر ولا اقل. قدمته حلو جدا، ما كانش طالع منها كوميديا كتير، وهي ما كانش مطلوب منها يطلع منها كوميديا كتير. هي كانت عكس النكته اكتر، كانت بتعكس النكته اكتر على وشها او على تصرفاتها او على ردود فعلها مش اكتر ولا اقل. بس هي عملت دور حلو جدا، وفعلا حسيت بيها. وفي اخر حلقتين بالذات لما جالها الاكتئاب ما بعد الولاده دوت، اللي هي كانت بتعيط على حاجات غريبه ومش عارف بتعمل كده، انا حسيت بيها جدا وقدمته حلو فعلا. فاحنا هنا خلصنا التمثيل. هل المسلسل كله ايجابيات؟ مع الاسف لا، لكن مفيش حاجه في الدنيا كامله. السلبيات لو هنتكلم على السلبيات اللي موجوده في القصه، عشان هي اكتر السلبيات موجوده في القصه، وشويه في الاخراج. هنيجي للاخراج في الاخر، بس خلينا نتكلم عن السلبيات الموجوده في القصه. في عندنا خطوط كتير اتفتحت وما تمش المراجعه عليها، خطوط كتير اتفتحت وما عرفناش حصل فيها ايه.
زي مثلا موضوع الايجار اللي احنا دخلنا فيه وفي اول حلقتين، واللي هم اقتحموا الشقه ومضوه وزودوا الايجار، احنا ما شفناش اي عواقب عليها بعد كده. شفنا اللي هم مزنوقين، بس هم كانوا مزنوقين من اول يوم اصلا ومن قبل كده كمان. يعني انا حسيت ان هم كانوا موجودين في اول حلقتين بس عشان يمشوا الدنيا لغايه لما نبدا ندخل في المشاكل الحقيقيه بتاعه المصريين اللي عايشين فعلا في مصر وبيمروا بالحاجات دي كلها. فدي حاجه انا استغربتها، اللي هم ما رجعوش تاني او داسوا عليها زياده، خلونا نحس فعلا بمشاكل الايجار اللي الناس ماشيه فيها. كمان عندنا مشكله نهايه المسلسل خالص، قفلت المسلسل عندي معاها مشكله كبيره، لكن ديت عايزين نجيلها في الاخر عشان ما يبقى فيها حرق اكتر من اي حاجه تانية. خلينا نتكلم في الموضوع دوت في الاخر. اجمل حاجه في المسلسل هي الواقعيه اللي المسلسل قدمها لنا، قدم لنا فعلا مشاكل مصر ومشاكل المصريين اللي عايشين في مصر، سواء بقى من ايجار زي ما احنا قلنا، او سواء من شغل وتعامل الناس معاهم في الشغل، سواء من فلوس، قله فلوس، سواء من غلاء الاسعار اللي عمال يحصل، سواء ان انت دلوقتي ما عندكش دوله بتدعمك، ما عندكش اي طريقه ان انت تعيش عيشه، مش بقول لك حتى ادميه، عيشه عاديه، عيشه اللي هي صفر. انت نفسك تبقى عند الصفر، مش حتى فوقيه، ومش عايز تبقى تحتيه. طبيعي ان احنا كلنا عايشين تحت الصفر دلوقتي، كلنا عايشين تحت خط الفقر، مفيش حد عارف حتى يتجوز ولا حد عارف يخلف، ما بالك اللي خلف 7 هيعمل ايه. العيشه بجد بقت شبه مستحيله، ودوت مسلسل بيخلي الناس ممكن تاخد بالها. يعني يا جماعه بصوا اللي بيحصل في البشر، وبصوا اللي بيحصل عندنا في مصر عامل ازاي، وكفايه شعارات وكفايه كلها. كمان 3 سنين الدنيا هتتغير، كمان 3 سنين الدنيا هتتغير. الكلام ده بيتقال لنا من 2016 ومفيش حاجه بتتغير، بالعكس بتسوق اكتر كل يوم عن اللي قبله. فكفايه بقى سنين، كفايه كل يوم نرمي سنه. الناس كده كده هتنسى كمان اسبوع ولا اسبوعين، وعدي وخلاص. من ايام الكفته اللي هتعالج سرطان والحاجات العجيبه اللي كانت بتتقال ديت، قول كلمتين اقلب الناس تتكلم عليهم، هينسوها وهنبدا ندخل في الجديد بعد كده. احنا عايشين على كده. 2018 اتقال لنا في 2020 الدنيا هتتغير، 2020 جت، 21 و22 الدنيا بتسوق اكتر، الديون بتكتر اكتر، الدولار بيزيد، الحاجات بتغلى، ومفيش اي حاجه جديده. كل يوم المواصلات بتغلى على الناس ومرتباتها هي وما بياخدوش اصلا مرتبات. هيعيشوا ازاي؟ انت المفروض في بلد زي دي تعيش ازاي؟ وحتى في المسلسل لما جاوب على حاجه زي ديت بالسفر هو الحل، انا مش شايف ان السفر هو الحل خالص. فكره ان انت تسافر وتسيب اهلك وتسيب عيالك وتتغرب عنهم يكبروا هم مش قدامك، يعني انا عمري ما كنت شايف ان دوت حل قائم المفروض الناس تستعمله او الناس تمشي وراه. انت هتسافر هناك، انت مش هتعيش في جنه، انت هتسافر تقبض برضو ملاليم، وهتعيش مع ناس، وهتقعد قاعده متأزمه. كل ده عشان خاطر تعرف يا دوب تخلي عيالك بس عند الصفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول، عشان انت هناك برضو بتصرف، انت هتبعت جزء وهتخلي معاك جزء. طب هل هتيجي على نفسك هناك عشان سبيل هنا؟ طب ما انت هناك مش هتعرف تعيش. لو جيت عليهم هنا وعشت هناك، ما هم عيالك مش هيعرفوا يعيشوا. في الحالتين كل حاجه بايظه. ساعتها بنفكر بجد هو الواحد عايش ليه. ولما خد القرار اللي هو يبيع كليته، انا كنت شايف ديت اكتر حاجه منطقيه ممكن تتعمل. اللي ضايقني بس المبلغ، يعني ايه 250 الف جنيه دول يعملوا ايه؟ ايه مليون جنيه ده يعمل ايه؟ انت بتبيع حته من جسمك عشان خاطر فلوس لا شيء اصلا. مبلغ يعني يا ريته حتى جايب مبلغ تعرف تعمل بيه حاجه. ده انت بعت عفش شقتك كله عشان تسافر. بال 250 الف مش عارف ترجع العفش بتاعك ده تاني اصلا بقى، يعني ولا حتى تعرف ترجع نصه. الدنيا مضلمه من كل حاجه، حتى لو عايز تبيع اعضائك برضو مضلمه. فمفيش بعد كده ضلمه. وهنا بتيجي مشكله لما كلمهم الوزير بتاع التضامن ده. انا قلت بس كده المسلسل هيبقى مسلسل كوميدي لذيذ، ضحكنا شويه في الاول والدنيا هتمشي وخلاص. اتضايق بس مع قلبة التويست ان هو يترفد، دي كانت احسن حاجه حصلت. هو ده اللي لازم يحصل. لازم الناس تعرف ان اللي احنا فيه دوت مش طبيعي اللي يتعاش فيه. ومش بس عشان مسؤول شاف الحلقه بتاعتهم الفيك جدا مع المذيعه الفيك جدا، واحنا عارفين هي مين المذيعه دي وهو قصده على مين، لكن ده ما بيحصلش ولا في مصر ولا في اي منطقه تانية عربيه هيبقى فيها البيروقراطيه اللي عندنا دي. لو خد تعالى يلا هنصرف لكم كل حاجه انتوا نفسكم فيها. الدنيا مش ماشيه كده. واحلى حاجه اللي هو اترفد في الاخر، دي نهايه كانت منطقيه. اقفل بقى هنا، اقفل هنا، خليه كده، خلي الناس في دماغها ان الاتنين دولت هيفضل طلعان عينيهم وهيفضل يعافروا وهيفضل يحفروا في الصخر عشان خاطر يعرفوا يعيشوا في البلد دي. هو ده كان الصح.
ما تقفليش واحمد مكي بيمسك السيناريو بتاعه. انا اول حاجه جت في دماغي مسك السيناريو بتاعه وقرا كده وقرا اسمه، يلا هو فين دوت، والراجل اللي كان المسؤول عن البرنامج ده اسمه فلان الفلاني، معايا نمرته، يلا هتبقى كام. لا لا ما تعملش كده، لا انت كده حطيت في دماغ الناس ان محمد شعبان دوت هيبقى بعد كده كويس ويعرف يصرف على العيال السبعه. دي مش مصر. هنا حسيت ان في اخلال في فكره المسلسل كله بصراحه. انت عايز توصل للناس ان الاتنين دول اتطحنوا، هيفضلوا مطحونين طول ما هم عايشين في البلد ديت، وطول ما البلد دي ماشيه بنظامها ده. كمل على كده واقفل على كده، خلي ان في حاجه ممكن تتغير. انا شايف لو في مسؤول بيتفرج على المسلسل ده وعايز يعمل حاجه وفي الاخر لقى بالصدفه البحته الكاتب مع اللي هو محمد ده اتلقى السيناريو بتاعه وخلاص بدأ يبقى في بصيص امل، هيقول خلاص كده كده الحظ بيجي وربنا هيكرم الناس دي، من غير ما ياخدوا خطوه، من غير ما يعملوا اي حاجه. ده ما كانش صح. الصح اللي انت تقفل وهم ماشيين بيضحكوا على اللي لسه حصل لهم دلوقتي. بس كده اقفل هنا وقفل مسلسلك، واحلى مسلسل عليك. يعني لو جينا شفنا كل الافلام الكوميديا السوداء اللي اتعملت سواء في مصر او حتى بره مصر، ما بتتقفلش على نوت حلوه. ما ينفعش تقفل على نوت كويسه. فيلم ثقافي ما اتقفلش غير على اللي هم رجعوا تاني في دوامه بتاعتهم من اول وجديد. كان لازم يقفل كده عشان يسترس على مشكلة الشباب بتاع الفترة دي. انت كنت لازم تقفل وهما الاتنين منفوخين عشان تقفل على مشكلة الشباب اللي موجودة في الفترة الحالية دي. شاب عنده 30 سنة مثلا جاله فترة هوب خلف 7 عيال، هيعمل ايه؟ بيقبض 8000 جنيه، بيقبض 10000 جنيه، هيعمل ايه؟ ساكن بيدفع نص المرتب بتاعه سكن، 6 سكن والباقي بقى للعيال 3000 جنيه. ده هيجيب لهم ايه؟ يا عم مش هقول لك 7 عيال، هقول لك 3، هيجيب لهم ايه؟ وهوب مراته كانت شغالة، وعشان خاطر هي شغالة شغلانة مش حكومة فقطاع خاص، فمن حق الراجل اللي هو يمشيها في اي وقت. وبعدين بقى المفروض ايه اللي يحصل في موقف زي ده؟ خلينا نعيش مع ده، ما تدينيش بصيص امل. انا مش عايزه بصيص امل. يبقى انت كده اخليت بالمسلسل كله. دي في وجهه نظري ديت بالنسبه لي هتنقص كتير. الناس كلها طالعه دلوقتي بتتكلم في السوشيال ميديا، شوف احمد مكي اللي واقف مع صاحبه ومش عارف ايه وطلع معاه في المسلسل. نسيوا المسلسل، نسيوا قصه المسلسل، نسيوا اهم حاجه في المسلسل، نسيوا المشاكل اللي اتقدمت كلها بكل مصداقيه. المشاكل اللي احمد عاطف عاشها وانا متاكد من كده. انت دكتور، انت عشت المشاكل دي كلها، انت شفت ناس عندها الخلفه بالمنظر ده، انت شفت ناس بتتعسف التعسيف دوت وهي عايزه تجيب اللبن المدعم، انت شفت الناس وهي بتتعسف في المرتبات، شفت الناس وهي ممكن جايين يحكوا لك انا حصل لي 1 2 3. ده كلام واقعي مليون في المية، احنا كلنا عايشينه. انا عايشه بشكل اخر، انا عايشه في سن ال30 اللي عندي المشاكل اللي مش عارف احلها. كلنا عايشين الكلام ده. طيب ازاي تقفل على نوت حلوه؟ ازاي تقفل على حاجه كويسه؟ انا هنا اتضايقت. انا هنا الناس كلها طالعه تتكلم على الحاجه الكويسه اللي انت قفلت عليها دي، وناسيين مشاكل المسلسل اللي المفروض تتحل، مشاكل المسلسل اللي الناس المفروض تطلع تتكلم عليها وتسترس عليها اكتر وتضغط عليها اكتر، عشان خاطر لو في امل 1% ان البلد دي تعمل اي حاجه تعملها. خليت الناس تنسى كل دوت ليه؟ انا مش عارف. دي اكتر حاجه ضايقتني في المسلسل دي. ممكن تنزل المسلسل معايا بنسبه يعني 30 40% مثلا. مسلسل حلو جدا. مشكلتي مع الناس، انت ممكن تكون عايز تقفل في قفله كويسه عشان خاطر كفايه غمقان المسلسل اللي هو قدمه ده، تمام قادر افهمك، بس انت كده ما تعرفش المصريين، ما تعرفش ان احنا ما بنهتمش بحاجه غير بص مين عمل ايه وبص فلان عمل ايه. الناس كلها دلوقتي على الفيسبوك عماله تتكلم عن احمد مكي اللي طلع مع صديقه. يا جماعه احمد مكي طلع 3 ثواني ولا 4 ثواني، ده ما عملش حاجه، ده ما اتكلمش كلمه وما كانش ليهم لازمه. يعني لو كان قفلوا وهم ماشيين بيضحكوا على اللي لسه حصل معاهم وحظهم ازاي الزفت ده، الناس كلها كانت هتطلع تقول يا جماعه الناس دي طلعان عينيها، ده مش ضحك جميل وانبساط، ده ضحك خنقه. زي ما تلاقي صاحبك بيقع كده وفي حاجه حصلت فيه وانت عمال تضحك عشان الوقعه اللي هو وقعها، انت طبعا مش مبسوط بس انت الموضوع مضحك. هي نفس الموضوع كده. اقفل هنا، اقفل هنا، كان لازم تقفل هنا. دي اكتر حاجه ضايقتني في المسلسل كله. الناس كلها نسيت المشاكل ومسكت في احمد مكي اللي جاي يقف مع صاحبه. هو بالنسبه لي مسلسل كان بيرفكت لحد اخر لحظه، لحد قبل اخر لحظه ده 9/10. بس بسبب مشكله الايجار اللي انا قلت عليها، اللي هي ما اتضغطش عليها كفايه. كل حاجه التانية اتضغط عليها، بيع الاعضاء، مشكله البيروقراطيه زي ما احنا قلنا، ان انت لازم تروح لفلان الفلاني ومن فلان الفلاني تروح لفلان الفلاني عشان خاطر بس تمضي ورقه مثلا ولا حاجه،
وكمان لو انت عندك حاجه مختلفه عن بقيه الشعب يبقى احنا كده ما نعرفكش، وجايين نكلمك في تحديث النسل وانت جايب كلهم توائم. طب تحديث نسل ازاي؟ طب اعملها ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ محدش فكر 1% يا جماعه تحديث النسل ايه ده؟ هم كلهم توأم، والناس في كل المصالح الحكوميه بتتكلم بشكل غير منطقي اساسا. كل ده اتنسى لمجرد ثانيتين او 3 ثواني في اخر المسلسل. بس هي دي كل اكتر حاجه مضايقاني بالنسبه لي. المسلسل هو ياخد 8 من 10 بصراحه او 7 من 10، بس هو حلو جدا، واتمنى الناس تنسى اخر حته دي وتبدا تتكلم عن المشاكل بجد، عشان نعرف لو في امل 1% ان في خطوه تتاخد. اتمنى تتاخد. زي ما انا قلت، التمثيل ممتاز، الكتابه ممتازه، الاخراج كويس، لكن في شويه اخراج كوميدي كنت عندي احساس ان هو كان محتاج يثبت شويه على النكته دي، يدينا وقت على النكته دي. بس في حاجات تانية اتعملت ممتازه بصراحه، دي بتبقى نيت بيك زي ما بيقولوا. يعني مثلا المشهد اللي بتبني له من اول المسلسل ان كمال ابو ريا او الاستاذ كمال ابو ريا طالع مدرس جغرافيا وعمال يقول ان انا درست الناس عظيمه جدا بقى، دكاتره ومهندسين وكده، وفي الاخر طلع اللي درس لهم دول ناس بسيطه يا شباب بسيطه، وكانوا بيحبوه بسبب اللي هو ما بيدهمش واجبات وكده. دي كانت نكته كانت محتاجه تتفرش لها. هي اتفرش لها حلو، بس كانت محتاجه تتبلور عن كده. في الاخر كان في قطعات غريبه في المشهد دوت، كنت اتمنى ان هي ما تبقاش كده، مش اكتر ولا اقل. بس هو فعلا الاخراج اللي هو تو ذا بوينت، زي ما بيقولوا اخراج اللي هو ما فيهوش فزلكه. واضح المسلسل مش محتاج فزلكه اساسا. عجبتني جدا الحته بتاعه اللحمه وهي بتتقطع لما كان رايح يبيع كليته عند الراجل الجزار ده، كانه هو اللي بيتقطع. فكرتني بمشهد السقا مات لما كان مش عارف يدفع الفلوس بتاعه الاكل اللي في المصمت، وكان جايبينه لما كانت الست بتتكلم معاه بتقطع فيه، وكان جايبين في الخلفيه برضو لحمه راس عماله تتقطع كانه هو اللي بيتقطع. فهو مخرج عينه حلوه، شايف ازاي يوريك الاحساس بتاعه من غير ما يتكلم او يقول لك مثلا ده انا بتقطع من الكلام دوت او انا مش عارف ايه. هو وريها لك بالصوره. فعلا الاخراج كويس، بس يا دوب كام حاجه كده ومش مشكله خالص. بس كده ده كل اللي عندي عن المسلسل. وشكرا جدا. مع السلامه.